مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل لما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتم عارفين ان انا بشارك يوم كل تفاصيله معاكم. النهارده نبدا اليوم بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا النهارده مش روتين ولا طبخ ولا كل الكلام ده. المشتريات بتاعتي زي ما انتم عارفين انا ما كنتش موجوده في الشقه بقالي فتره، فاكيد يعني ما كانش فيها اي حاجه خالص. فبقى نزلت اشتريت كل الحاجات اللي كانت ناقصاني، واللي يعني اللي افتكرته جبت، واللي يعني هيكون ناقصني بعد كده هبقى اجيبه. بس ايه، جبت اول حاجه الدقيق ده اللي انا بحب استعمله جدا، جبت منه 2 كيلو. وجبت كيس اللي هو لسان عصفور، وجبت كيس مكرونه من اللي هي صغيره شويه، وجبت كيلو مكرونه اللي هي الجلم، علشان لو عملنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد مكرونه بشاميل. وبعد كده جبت بقى كيس الجبنه الموزاريلا ده، بحب اللي هو اجيب الكيس الكبير شويه بيقعد معايا فتره، عامل 100 جنيه. الاسعار اللي هفتكرها هقول لكم عليها، ده عامل 100. وكيلو من اللي هي السمنه جنه ده بتبقى برضو حلوه بتاعت كيلو اللي هي زبده فبتبقى حلوه يعني في الحلويات، وهنستعملها برضو في زبده بلدي هسيحها معاكم. هي بتبقى كده الزبده البلدي، وان شاء الله هنعملها مع بعض حلوه. بتبقى كده. بعد كده جبت اللي هو جالب الخميره الفوريه ده، اللي انا بعمل معجنات كتيره، فكنت بجيب اللي هي الكيس الصغير، فقلت لا ده هيقعد معايا فتره. ده 450 جرام، يعني نص كيلو الا 50 جرام، فهيقعد اكيد معايا فتره جامده جدا. بعد كده جبت اللي هي علبه المربى. هتقولوا جايبه حاجات كتيره ليه؟ هرجع واقول لكم ان التلاجة فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه. جبت علبه المربى دي، وجبت دعمه دورين، وجبت اللهم صل على سيدنا محمد علبه طحانيه الفايز دي ب25. زي ما قلت لكم الاسعار اللي هفتكرها هقول لكم عليها. وجبت 4 بكاوي من البيكنج باودر عشان بحب الشيبسي جدا اكني طفله. وجبت لوف للمطبخ ورول ستريتش، وجبت ملمع للخشب بيبقى حلو جدا، بيلمع بيخلي يعني الخشب بيرجع زي يعني بيبقى بيلمع اكنه لسه جاي، اكنه لسه مدهون. ومعطر للجو وملمع للجزاز. وجبت لتر بيبسي عشان لو جه ضيف عندنا ولا حاجه يبقى موجود عندنا حاجه يعني نحط له منها، بس احنا يعني ما لناش تجال جوي عليها. وجبت شوكولاتات كده احطها على الكب كيك، على الكيكه تزيين. وجبت 4 من اللهم صل على سيدنا محمد من البيكنج باودر ده للكيكه. وجبت اللي هي العلب اللي بتاعت الكب كيك دي. وجبت كيلو من الطماطم كان عامل 5 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت رمان كان عامل 10. وجبت تفاح كان عامل 20 جنيه كيلو، تفاح حلو جدا. جبت بقى تين بلدي، التين بيبقى جميل جدا، وان شاء الله هعمله معاكم مربى ان شاء الله. بس ده لا، اللي جايباه المره دي احنا هناكله، بس ان شاء الله بعد كده هبقى اعمله معاكم مربى. وجبت برتقال كان الكيلو عامل 6 جنيه، طبعا لسه طالع في الشتاء فبيبقى حلو. وجبت 2 كيلو بصل ب10. وجبت خضار، وجبت ليمون، وجبت فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل الحراج ده عشان شطه. وجبت شطه. دي كل المشتريات بتاعتي، دي كل المشتريات. يلا بقى نشوف برصها ازاي، ومش بخلي المطبخ متكركب، ويفضل المطبخ بتاعي مترتب زي ما هو، مش عشان جبت مشتريات يبقى الدنيا متكركبه عندي، لا، هنرصها مع بعض ونشوف. يلا بقى عيشوا معايا اليوم، بقالي كتير جوه ما عملتلكوش فيديوهات، فكملوا معايا يلا ونشوف هنعمل ايه. هرص التين كده عشان التين يعني من الحاجات الحساسه اللي ما بتستحملش، هيتعجن ويبوظ لو كبته كده على طول على الكيس. انا ما بغسلش الحاجه، بغسلها لما نيجي ناكل
علشان بتعيش اكتر فترة ممكن يعني في التلاجة. لما بتتغسل ما بتعيش كتير. فاحنا يعني فردين مش هنقدر ناكل كل الكمية مثلا اللي انا جايباها في مرة واحدة. بحطهم ايه كده. البرتقال حشو الورق طبعا مش عايز رص، هو بيتحط كده على طول. فبيحط السكينة عشان اللي هياخد برتقالة يقشرها يعني على طول ويرمي القشر يعني ما يقعدش يدور. فبحط السكينة كده ايه مع البرتقال. بعد كده بقى ايه الرمان. يعني انا بصوا الرمان ده يعني بيبهدل الدنيا والله العظيم. هو ليه فوائد كتيرة جدا بس بيبجع اللبس وما بيطلعش من اللبس. يعني الحاجة الوحيدة اللي ما بتطلعش من اللبس. عارفين حتى لما بناكله كده بيعلم في الايدين. قالت لي ما قلتش اعمل كده. انا غضبانه خلاص. بس بقى ايه التفاح. بس استنى بقى اجيب الحاجات اللي عايزاك ما ده المطبخ هنا. جبت المنظم الكبير ايوه واحط فيه الفلفل والطماطم مع بعض بدل ما اعمل كذا حاجه. يعني الخضار هحطه في الزيت عشان يفضل بلونه. يعني هحطه كده يفضل محافظ على لونه وما يبص منه خالص. لكن لو سبته من غير الكيس اللون بتاعه هيتغير. طبعا الليمون هحطه برضو زي ما هو بالكيس بتاعه. الزبدة برضو ايه هحطها كده في الفريزر. لا طبيعي. هحطهم كيس بينظم برضو المكان. لما اجي افتحهم هبقى افتح الكيسين وافضهم جوه العلبة. بس كده بما ان ايه كده شايفين الطرفة تفضل منظمة. ودي برضو ودي العلبة بتاعت حاطة فيها حاجات الحلويات يعني. ده ايس كريم بس هيشال من العلبة بتاعته. ودي اكياس خميرة وبيكنج باودر والحاجات دي. فببدأ ان انا ايه اروح حطاهم كده. وده كريم شانتيه وكربوناتو. وده سميد وده جيلاتين. بقى العلب كده احطها. والله حلو. احط العلبه كده لغايه ما افضيها برضو في برطمان. بس دلوقتي انا ايه عايزه اعمل حاجات تاني فبنجز وقت. ما حطيت فضي